مرحبا، أنا سارة وهذا الفيديو قررت إنه أني أسوي نبذة تعريفية عن نفسي بشكل مختصر إلكم، لأنه هواية توصلني تعليقات على الفيديوهات مالتي باليوتيوب. انتي منو وشنو انتي وشنو تسوين ومن أعرفك وعرفينا عن نفسك. وهواية بنات يكتبوا لي إنه إحنا أول مرة نشوف الفيديوهات مالتك وما نعرفك وما شايفيش قبل، وهواية ناس أشوف بالتعليقات يكتبون إنه هذا الحساب وهمي، هذا الحساب مو حقيقي، والبنية اللي تنشر ممكن مو حقيقية، ممكن ذكاء صناعي. بس أني حقيقية وأني اللي أجاوبكم على كل التعليقات مالتكم، وأني اللي أدير حسابي بنفسي، وأني اللي أنشر كل الفيديوهات. بس قبل لا أعرفكم بنفسي وأحكي عن نفسي، حابة أشكر كل شخص وكل بنية مر بقناتي مال يوتيوب وكتبوا لي تعليق كلش حلو يعكس نقاء وصفاء قلبهم وأفكارهم وروحهم وطبعهم الجميل وتربيتهم اللي تخبل. وأحب أشكر كل شخص شجعني وقال لي لا تهتمين بكلام الناس واستمري، انتو السبب اللي خليتوني انه اني استمر وابقى انشر على قناتي مال يوتيوب واسوي لكم تنسيقات. ويوم عن يوم دا احاول دا ادرس واشجع نفسي حتى دا اصير فاشن ستايلست، منسقة ازياء، واتطور اكثر واكثر. والتعليقات مالتكم جدا تخليني انه اني اتفائل بهاي الدنيا وتنطيني طاقة ايجابية، واخذ من التعليقات مالتكم افكار كلش حلوة مال تنسيقات، وبديت احس انه صرنا مثل العائلة. أنا فاشن ستايلست ودا أدرس حتى دا أصير فاشن ستايلست اللي هي منسقة أزياء. كلش أحب الأزياء، من أني وصغيرة كان عندي لعابات أخيط لهم ملابس وأهتم بشعرهم وبالأحذية وبقت اللعابات لحد هسه عندي. أول ما فتحت قناتي مال يوتيوب وكنت أشوف هواية ناس أجانب وعرب عندهم متابعين كلش هواية، قلت أني بعد لي طريق كلش هواية، فكنت متحمسة بنفس الوقت وفرحانة لأنه أني فتحت قناة يوتيوب. بس بنفس الوقت كنت كلش مترددة وخايفة من ردة فعل الناس اتجاهي شلون راح تكون. كنت خايفة إنه إذا هل أكو ناس راح يحبون المحتوى مالتي، هل أكو ناس إنه راح يتابعوني، هل أكو ناس راح يتقبلوني، هل أكو ناس راح يحبوني ويرتاحون للشي اللي أنا دا أسويه، هل أكو بنات ذوقهم نفس ذوقي. هاي التساؤلات بقت عندي تقريبا سنة كاملة أنا ما كنت أقدر أنشر فيديو أو أنشر فيديو بس ما أشوف عليه هذا التفاعل كلش هواية، إلى أن وقفت وقلت خلص سارة، خلص لازم تبلشين إنه تسوين سلسلة مال تنسيقات وتنشرين يوميا. ها هي شنو يريد يصير خلي يصير، أهم شي تبلشين. والحمد لله إنه أنا بلشت وبديت أنشر فيديوهات، لأنها بفضل قناة اليوتيوب وبفضل الفيديوهات اللي أنا نشرتها صرت أشوف ناس يعني ما شاء الله من ثقافات جدا متنوعة ومختلفة، ناس أطباعهم جدا مختلفة، وبديت أتعرف على ناس يعني ما شاء الله الأخلاق والأدب وينحطون على الرأس. شلون بلشت واكتشفت نفسي إنه أني أرهم أصير منسقة أزياء، وإنه هذا فشي أني أحبه وأريد أشتغل بيه أو أكمل دراستي بيه. لاحظت نفسي من إنه أنا صغيرة كلش أهتم من أشوف الناس برا بالشارع أو بالمحلات أو بالسوق أو بالتلفزيون إنه على أدق التفاصيل، إكسسوارات الشعر مالتهم، المكياج، ملابسهم، الأحذية، حتى كنت أباوع على أظافرهم. كنت أحب أشوف كل البنات مرتبات، أنيقات، حلوات، حاطين مكياج حلو، شعرهم حلو، حجابهم حلو، لابسين أشياء تكون مناسبة للمكان، للقعدة، للطلعة مالتهم. هذا الشي من أنا كنت صغيرة كنت أنتبه عليه. لما كبرت درست، خلصت جامعة وعادلت الشهادة مالتي واشتغلت وراحت الدنيا بأهلها. بعدين لما صارت السوشيال ميديا بديت ألاحظ أنه أني بديت أركز على هاي التفاصيل مرة ثانية بالناس، على البوستات، على الريلزات، المذيعات، العروض مال الفاشن، وصرت أنه أحب أني أكون موجودة بهذا المكان أو أشارك أو أنطر رأيي. فبديت أشتغل وأجمع فلوس حتى أني أشتري كورسات على حسابي على الإنترنت حتى دا أدرس، لأنه أني بالعراق وتعرفون بالعراق كلش قليل أكو جامعات تدرس أزياء ومعاهد تدرس أزياء، ماكو هيجي شي نهائيا. أكو ينطون دورات بس الدورات كلها بتقدرون تحصلوها على اليوتيوب بشكل مجاني. فأني بلشت أجمع فلوس وأشتري كورسات أونلاين حتى أدرس على حسابي الخاص، والحمد لله درست وأخذت هواية معلومات وبديت أعرف هواية تفاصيل عن الأزياء كنت سابقا أجهلها. أكفد أشياء اثنين حابة تعرفوها عني، إنه أنا كلش أحب الحيوانات وعندي قطط اثنين، قط ذكر اسمه بيوي وعندي قطة أنثى اسمها لولو. وبنفس الوقت أغلب الملابس اللي أنا ألبسها بالتنسيقات اللي أسويها أنشرها على حساباتي بالسوشيال ميديا هي تكون متوفرة عندي بالمتجر مالتي، لأنه أنا عندي متجر أونلاين. وإذا تحبون المحتوى مالتي لا تنسون تشتركون بالقناة
وتفعلون جرس التنبيهات حتى أي فيديو جديد أني أنزله يوصلكم مباشرة. وأكيد أحب أعرف من عندكم بالتعليقات جو هذا الفيديو، أريد تكتبولي كل أسئلتكم واستفساراتكم عن كل شيء يخص الأزياء. يعني مثلا شنو أكثر شيء تحبون إنه أني أشرح لكم عليه، أو مثلا أنشر لكم تنسيقات، أحكي لكم على الترندات، أحكي لكم عن الألوان، حتى إن شاء الله أبلش أخذ كل استفساراتكم وأسئلتكم عن الأزياء، حتى إن شاء الله أقرأ كل التعليقات مالتكم والأسئلة اللي راح تكون جو هذا الفيديو، وأسوي بها محتوى إن شاء الله وأنشره حتى الكل يستفاد. وأكيد قبل لا أختم الفيديو، لأنه أني إذا تنطوني المايك أحب أسولف وأحب هواية أشرح، فحابة أشكركم مرة ثانية لأنه أنتم جزء من رحلتي هاي من بدايتي على قناة اليوتيوب، وأتمنى نكبر سوا ونوصل لأهداف ثانية وأكبر، وإن شاء الله الله يحقق كل أحلامكم وأهدافكم بهاي الحياة.